هذا البرنامج برعاية حيدر إنسان عراقي، ويوم الهجموا عليه أو هجمت منظمة داعش على قريته خلى كل أهله 21 نفر بصندوق البيك اب وأمه وزوجته يمه وطلع. وبهالفترة لقوا منظمة داعش وقاموا يطاردوه. هو خايف انه راح اذا يلزمونه ويقتلون كل اهله 21 نفر بالعائله كلها. بهالمطارده وهالاشياء هو الشارع كان مش مبلط، وبالسياقه السريعه والاشياء وقعت بنته من صندوق السياره. وخلال لحظه كان لازم يقرر انه هل يوقف وينجي بنته بس داعش يواصلوه يعني ويقدرون يقتلون كل أهله، أو يمشي ويترك بنته. بس ويجي الوقت ينجي أهله بس بنته تروح. والإنسان أنا قابلته في برنامج نداء، ولحد الآن أنا أبكي لما أتذكرها. لأنها ما المفروض أي إنسان يمر بهيجي مواجهة. وهذا الرجل لحد الآن يعاني من القرار اللي سواه، مع أنه كان أنجى أهله كلهم، بس لحد الآن ما يقدر يعفو عن نفسه على هالقرار، هالأشياء اللي سواه. وأنه يبكي. يعني إحنا ما نشوف الرجال العرب يبكون. على هذا المجمع هسه اني بالخانك. ايه. ونزلنا هناك. كل واحد نزلت زوجة اخوي، نزلت جهاله، احنا هم نزلنا. هذا زوجتي شاف وين يفاعد، يعني خجلت كلش. قدبت ايده وودينا هناك. قلت الإيوفا راح. قال شلون راح؟ قال له هيك يا الكذا، بس الله يخليك لا تفتحنا قدام العالم. لو كان وقفنا على اليوفا انتم كان كله رايحين. ولا لحد الان هو مثل ما يقول ما يروح بقلبه، بس يفتهم مني الخيال الزين. انا قدبت بتلم وهيجي وبنتك تواقع وما تقدر توقف عليه على موت خوف. اللي انت ولا عيالك لو دينار واحد اي شيء يوقع من عندك كان تقدر تشيلها. البنت ما تقدر تشيلها من الخوف والرعب والاشكال. صاروا شيء مو مثل واحد ولا للبشر. هذا بيا دين بيا مذهب يقبل هيك هالشغلات.